السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إخواني أخواتي سنتطرق إلى كيفية نقل ألعاب البلاي ستيشن 2 بصيغة إيزو إلى الفلاش ميموري USB. أولا ندخل إلى المدونة. هذه هي تدوينة تحميل برنامج USB Util آخر إصدار. ننقل عليه. هنا بعض صور البرنامج. داونلود. نضغط على كليك هنا. سنرى رابط الميديا فايل. ننتظر قليلا ثم نضغط داونلود. عندما ينتهي التحميل هذا البرنامج لا يحتاج إلى تثبيت أو شيء آخر، فقط يحمل بسهولة. أولا يجب أن نحمل لعبة بصيغة إيزو. مثلا ندخل إلى الموقع coolrom.com. هنا هنا PSP. نبحث عن البلاي ستيشن أو ببساطة نقوم بكتابة كولوروم PS جوج إيزو. نضغط على هذه الأيقونة. وهنا ألعاب A B C D إلى آخره. كل ما نضغط مثلا على الحرف A نجد قائمة للألعاب التي تبدأ بحرف A. المهم عندما تحمل اللعبة نضغط على هذه الأيقونة، ثم إذا أردنا أن نحملها إلى الفلاش ميموري créer jeu depuis ISO، أو إلى القرص الصلب créer jeu depuis CD DVD. نحن في هذه الحلقة إلى الفلاش ميموري. نضغط عليها. المكان الذي حملنا فيه اللعبة نختاره. مثلا أنا عندي في الهارد دي. أختار لعبة يمكنني أن أحول اسمها إلى أي شيء، بلا بلا، أي شيء أريده، ثم إلى المكان الذي أريده. مثلا أنا كذلك في الهارد. عندما نقوم كري سوف سوف أوقف الفيديو حتى يكتمل التحميل. سأضغط على. عندما يكتمل تحميل اللعبة نضغط على فيرمي، ومن ثم يطلع عندنا هذا. مثلا إذا أردنا أن نرجع اللعبة إلى صيغة إيزو نضغط على convertir en ISO، أو إذا أردنا نقلها إلى أي مكان مثلا نضغط على ثم نضغط على المكان
الذي نريد. أو إذا أردنا حذفها نضغط على supprimer، أو إذا أردنا مثلا أن نغير الاسم نضغط على renommer ثم نكتب الاسم الذي نريد، ثم إذا أردنا أن نحذفها نضغط على supprimer. أتمنى أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال إعجابكم. لا تنسوا التقييم والردود وعمل الجيم لصفحتي على الفيسبوك مدونة عبقري المعلوميات. السلام عليكم، إلى حلقة مقبلة، دمتم في أمان الله.